أهلا بحضراتكم مرة تانية. الذكاء الاصطناعي المصطلح اللي العالم كله بيجري وراه دلوقتي، الضيف الجديد اللي بدأ يسيطر على كل مفردات حياتنا تقريبا، في العربية، في الموبايل، في التلفزيون، في حياتنا اليومية ومفردات حياتنا اليومية، حتى الأجهزة الكهربائية اللي جوه البيت. بشكل أو بآخر الذكاء الاصطناعي بيلعب دور مهم جدا في كل تفاصيل حياتنا دلوقتي. مع حضراتكم دلوقتي هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتعليم. إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي بيساهم في تطوير العملية التعليمية بشكل عام، بتوفير أدوات وطرق وأساليب جديدة للتعليم توفر قدر أكبر من المتعة وتوفر قدر أكبر من المعلومة والتجربة المختلفة للطالب أو الدارس. وده موضوعنا مع حضراتكم دلوقتي. معنا الحديث والحوار دكتور أحمد مصلحي، أستاذ الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. طيب، بداية يعني إيه ذكاء اصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي عبارة عن سيستم أو نقدر نسميه سوفت وير بيحاكي الذكاء البشري. فبالتالي لما بنوا الاي اي شافوا الانسان بيفكر ازاي، بيتعلم ازاي، بيقدر ياخد قرارات ازاي، وبناء على كده اهو عملوا سيستم مشابه لده. لذلك ميزة الذكاء الاصطناعي او العصر بتاع الاي اي اللي احنا عايشينه دلوقتي عن ما قبل كده، كان قبل كده اي سيستم بيشغل بحاجه اسمها رول بيز. يعني انا بقوم بتحرك عايز اشرب، جيت هبص للكوبايه ديت لقيتها فاضيه، خلاص جالي ايرور، ما هو مش لاقي اللي انا عايزه. نعم. انما الاي اي هيعمل ايه؟ هيجي يبص هيلاقي ما فيهاش ميه، هيجي يبص للكوبايه الثانيه، هيبتدي يفكر ده في كوبايه ثانيه اهي، ابص عليها لقيت فيها ميه، اقوم جايب الكوبايه. بيحاول يلاقي حلول، فبالتالي بيدي ادفايس وبيتفاعل وبيقدر ياخد اكشن. فهو ده الثوره جايه من دي، الا وهو ان في اكشنز وفي ادفايس بيبتدي يفكر، وبناء على التفكير ده بيبتدي ياخد قرارات ويبتدي يتحرك. طيب، ده التعريف البسيط المبدئي للاي اي. خلينا نفصل الامور بقى. هل فعلا زي ما انا قلت في المقدمه انه الاي اي او الذكاء الاصطناعي بقى تقريبا موجود في كل تفاصيل حياتنا؟ احنا خلاص داخلين على الثوره الصناعيه الخامسه، فبالتالي احنا خلاص جوه الويف الجديده ديت. هو الاي اي داخل معانا في كل حاجه، داخل معانا في الموبايل زي ما حضرتك قلت، داخل معانا في العربيات الكهرباء اللي هي ذاتيه القياده، داخل معانا حتى في لما نيجي نخش نشتري منتج ولا حاجه بيبتدي كمان يديك ادفايس، يقول لك شوف المنتج ده. داخل معانا كمان لدرجه ان اي حد في حضراتنا لما يفكر في حاجه بيبتدي يطلع لك، انت ما اتكلمتش مجرد فكرت، بيبتدي يطلع لك اعلانات للي انت بتفكر فيه. ما هو ده جاي بناء على ايه؟ خلاص درس البروفايل ده اللي هو احنا، يعني كل واحد فينا، وعرف البيهيفير بتاع كل واحد فينا شكله عامل ازاي من خلال هيستوريكال داتا كلها القديمه بتاعت سنين فاتت، 5 6 سنين فاتت. فبالتالي عارف لما حضرتك بتيجي تروح شغلك الصبح لازم تاخد كوفي الاول، بعد كده بعدها بساعتين تفطر. فبالتالي اول ما تروح شغلك وعارف طبعا بيتراك الموبايل انت رحت الشغل، فبالتالي يدي لك اعلانات كوفي. بعد شويه ساعتين بص في فطار هنا هو كذا كذا. عرف بيتوقع بنسبه كبيره جدا وات از ذا نيكست بناء على البيهيفير بتاع حضرتك بتاعت السنين اللي فاتت دي كلها. فبالتالي ظاهر معانا في كل حاجه. طيب، ده ازاي انعكس على التعليم؟ وخلينا نبدأ من التعليم اللي هو في المدارس ما قبل الجامعي، لانه الفترة دي مهمة جدا لأولادنا. ازاي قدر الاي اي يساعد طلبة التعليم ما قبل الجامعي، طلبة المدارس، انهم يتفاعلوا بشكل ايجابي في قدر من المتعة اذا جاز التعبير مع العملية التعليمية؟ هنا في محاور الاي اي قدر يخش فيها. اول حاجه واول محور قال ان بقى يعمل كاستمايزيشنز لكل طالب، او عمل تخصيص لكل طالب يقدر بناء عليه يتعلم بطريقه معينه. قدر كمان يساعد المعلم التيتشر في كذا مرحله، يقدر يساعده في بناء الليسونز بلان بتاعته، الدرس اللي هو يبتدي يروح يشرحه يقدر يعرف يبنيه ازاي. كمان يقدر يساعد المعلم انه في جوه
المحاضره بتاعته او جوه السيشنز بتاعته يقدر يبقى فيه انتر اكتيف، في حاجه اسمها جيميفيكيشنز، في اكتيفيتيز يقدر يعملها للطلبه بتوعه مختلفه، كل واحد على قدر ما يقدر يفهم. كمان يقدر يساعد المعلم كمان انه بعد ما بيخلص ويبقى فيه اكزامز او فيه كويز، يبتدي يقدر امتحانات يقدر يساعده في تعليم وتقييم الطلبه دول. يقدر كمان يساعد انه يدي للطلبه شات بوتس زي شات جي بي تي كده هوت للمنهج اللي هم بيدرسوه. فبالتالي ممكن الطالب يرجع للشات بوت ده يسأله على حاجة جوه المنهج، وبالتالي الاي اي يقدر يساعده. يقدر كمان يساعد كمان الناس ذوي الاحتياجات الخاصة او اللي عندهم صعوبة في التعلم. طب قبل ما نروح للاحتياجات الخاصة مم. وصعوبات التعلم، لأن ده برضه ملف مهم جدا في التعليم ما مم. قبل الجامعي والجامعي كمان. طبعا. لكن القدرات الفردية بتختلف في الطالب. طبعا. الأعمار السنية أيضا بتحدد قدرات ذهنية وعصبية وبدنية للطالب. هل كل ده الذكاء الاصطناعي بياخده بعين الاعتبار وبيبقى جزء من الحلول اللي مقدمها بتتوافق مع ده؟ خلينا نتفق كده مع رول معين في الاي اي. في رول يقول لك ايه، رابش ان رابش اوت. فبالتالي لازم ادخل للاي اي معلومات عن الطلبه اللي قدامي علشان يفهم كل طالب البيهيفير بتاعه شكله عامل ازاي، دماغه ماشيه شكلها عامل ازاي، الاختبارات بتاعه الشخصيات شكلها عامله ازاي. ابتدي اقول له اعمار الطلبه اللي قصادي، ابتدي افهم الاي اي انا بدرس لهم ماده شكلها عامل ازاي، عشان بناء على كده هو يبتدي الاي اي يعمل الجزء اللي قلناه من شويه، اللي هو الكستمايزيشن. فيقول لك الطالب ده بيحب يقرا كتير، فبالتالي هديله اكتيفيتي او ابتدي اعمل له اكتيفيتي انا كمعلم ينفع للطالب اللي بيقرا. الطالب ده بيحب يتفرج على فيديوهات، فبالتالي اطلع له من الفيديوهات اللي تقدر تخليه يتعلم الجزء دوت من الليسون. الطالب ده بيحب يسمع، في طلبه بتتعلم من السمع بس، فبالتالي اديله مصادر او اديله فويس اوفر يقدر يسمعه للليسونز ده. لو قرا هيلوس فوكس، هو بيحب يسمع هو بيلعب، فممكن اديله ده. فانا بالتالي عاده لما بنيجي المعلم يجي يشرح او التيتشر بيشرح بحاجه مستوى متوسط ينفع للطلبه، بس صحيح. في طلبه بيتظلموا. نعم. هنا بقى الاي اي يساعد ان في اوتبوت لكل ليسونز. انا لازم كل الطلبه يبقى متعلمين 1 و2 و3. طب علشان اوصل 1 و2 و3 بدي للاي اي بقول له انا عندي 20 طالب، وكل طالب ده البيهيفير بتاعه، فيبتدي الاي اي يقسمهم مجموعات قريبه من بعضها او حتى فرديه. يقول له طب بص، للمجموعه ده او للطالب ده اديله الاكتيفيتي دي، والطالب ده في نفس الوقت اديله اكتيفيتي ثانيه، والمجموعه ديت اديها اكتيفيتي ثالثه، بحيث كلهم في الاخر يطلعوا بالاوتبوت اللي المفروض يطلع للليسونز. فهو ساعد التيتشر او ساعد المعلم انه يقدر عن طريق انه دخله مع البيانات بتاعه الطلبه هنا النقطه بقى، يبقى احنا بنتكلم على نظام تعليمي في الاساس لازم يكون في مقابله او انترفيو مع الطالب، في حوار مطول، في حد قاعد بيحلل صح اجتماعيا ونفسيا وبدنيا وهوايات. مظبوط. عشان في النهايه يدخل كل ده للكمبيوتر. ايوه صح مظبوط. كده؟ دخل ده للاي يبقى فهم اللي قدامه عباره عن ايه، وبناء عليه يقدر يساعدنا. ما الاي اي مش ساحر، يبقى الاي اي لازم نديله انبوت مظبوط وكونتكست مظبوط علشان يقدر يساعدنا. يبقى احنا بنتكلم في سياق تعليمي وتجربه تعليميه مختلفه من البدايه. طبعا طبعا. ان انا في انترفيوز بتحصل، وفي لقاءات مطوله، وفي ناس فنيه، وده المفروض بيحصل في النظام التعليمي، بيبقى فيه حد. بس احنا بنتكلم على تفاصيل كتير يا دكتور هنا. ما هو المفروض بقى نبتدي تفاصيل نفسيه وبدنيه وتعليميه واهتمامات، لانه ده هيوفر. يعني انا في مره كنت بدي سيشنز في احد المدارس الانترناشونال، احد المعلمات بتقول لي يا دكتور انا في 10 دقايق خلصت الليسونز بلانز والبرزنتيشن اللي مطلوبه مني في اسبوع. فانا بالتالي لما هي توفر لها الانبوت وهي متمكنه من شغلها قدرت تخلص شغل اسبوع. فبالتالي بقى عندها سيفنج للتايم انها ممكن تعمل حاجات تانية، تدرس بيهيفير الطلبه، تعمل اكتيفيتيز، تبتدي تكريت فيديوز، تقدر تكريت
فويس اوفرز، فبالتالي تكريت يعني تكريت عشان بس لو سوري انا اسف. تقدر يعني تنشئ حاجات تنهانس بيها او تقدر تحسن بيها الماتيريالز اللي بتقدر تعلم بيها طيب الطلبه. يبقى احنا عندنا كده اتكلمنا على الجزئيه دي، ده معناه برضو ان انا لازم يبقى عندي معلم مدرب ومؤهل انه يعرف يتعامل مع الكمبيوتر، يعرف يتعامل مع الاي اي، يعرف يدخل انبوت، فده بيحتاج تدريب معين. طبعا لازم المعلم طبعا يبصوا علشان نقدر مش مجرد مؤهل علميا واكاديميا او تربويا، ده معلم والبيرنتس كمان، يعني كمان حتى في دور على الاباء ان هم لازم يبقوا كمان عارفين الاي اي بيشتغل ازاي، علشان ما يحاربوش الموضوع ده. يقول لك انت بتعلم ابني بالاي اي، ايه الفاليو بتاعتك؟ فلازم يبقى البيرنتنج عندهم المعلومات وعندهم النولج، علشان كمان حتى يوجهوا ابنائهم ازاي يعرفوا يستخدموا الاي اي. مش يجي خد حل لي الامتحان ده او حل لي، لا مش كده. ده انا لو انا عندي بناتي، فانا بقدر اوجه الاي اي انه يقدر يوصل لهم ازاي يعرفوا يحلوا الواجب، ازاي يقدروا يانسر الكويز بتاعهم، مش انه يقول لهم الاجابه. طب يبتدي يسالهم اسئله، طب ما تيجي احكي لكم حكايه، والحكايه ديت يقدر بناء عن طريقها يقدر يحل الكويز بتاعه. فالاي اي عرف يساعد. فانا لازم كبيرنتنج يبقى عندي المعلومه او عندي النولج. نفس الموضوع، نرجع للاصل، التيتشر نفس الموضوع، لازم يبقى فاهم ده وكويس جدا متعلم ده عشان يعرف يستخدم التولز. هي التولز ما هي الا اداه مساعده. صحيح. فانا كل ما بتعلم، يعني تخيل حضرتك بقى دلوقتي التيتشر اللي احنا اتكلمنا عليها ديت دلوقتي قيمتها شكلها عامل ازاي؟ كبرت ليه؟ عرفت بتولز معينه، يعني لو دي ركزت شغل اسبوعين هتخلص شغل السنه كله. فبالتالي تقدر تعمل حاجه تانية. طيب على الناحيه الثانيه الطالب او الستودنت اللي بيدرس في المدرسه، هل كل الستودنتس يقدروا يعملوا الدور ده، يقدروا ان هم يتعلموا عن طريق الاي اي، ولا برضو محتاجين اننا نوع من التأهيل او دورات تدريبيه، لازم توجيه؟ لازم انا اوجه من البيرنتنج، ولازم كمان اوجه من المعلم، اوجه ازاي يعرف يستخدم التولز عشان ما يستسهلش ويقول لك ده التول ده الاي اي هيحل لي الواجب. لا، ما دي نقطه خطيره بقى. ما طبعا، ما عشان كده بقول انا اوجهه ازاي يعرف يستخدم التولز صح، علشان يقدر بناء عليه تساعده، مش انها هتحل له. ما هو ممكن يا دكتور يستسهل، انت عارف ولادنا برضو يعني اذكياء شويه زياده، فايه يقعد يحل الواجب، يخلي الاي اي يحل له الواجب. ما انا كمعلم بقى ابتدي اقول له ايه؟ ما تيجي نتناقش. عارف حضرتك عامله زي ايه؟ امتحانات الاوبن بوك زمان لما كنا نسمع عنها نفتكرها ده هو ده امتحان، ده سهله، ده عبيطه. ما هي مع انها اصعب انواع الامتحانات. انا دلوقتي لا، دخل الاي اي، خلي امتحان وقول له استخدم الاي اي، واجي اناقشه. ما هو الاي اي المفروض هيدي لك فاليو، فاللي هو طب ما نيجي نتناقش في الفاليو اللي طلعت. فانا كمعلم هعرف انه خد الاجابه وطلعها على طول. لما نيجي نتناقش لا، عيد تاني بقى، انت كده اشتغلت غلط. وفي نفس الوقت زي ما قلنا كده هو الطالب قدامه اب وام وقدامه معلم، دول الدايره اللي حواليه لازم يبقوا متعلمين كويس جدا علشان يعرفوا يوجهوا الطالب صح. طيب برضو جزء من العمليه التعليميه وتحديدا في المدارس، احنا بنتكلم عن التعليم ما قبل الجامعي، فكره التجربه التعليميه نفسها، فكره التواصل اللي موجود ما بين الطالب والمعلم او التيتشر. هل الاي اي بياخد جزء كبير من التجربه دي، او بياخد جزء كبير من الحياه المدرسيه او داخل الفصل، بما انه الموضوع كله احنا بنتعامل مع كمبيوتر واي اي؟ هو ميزه الاي اي انه ممكن مثلا لو في كاميرات جوه الفصل يقدر عن طريقها نشوف بيهيفير بتاع الطلبه شكلها عامل ازاي. وبيهيفير مش بتكلم على البيهيفير، انا بتكلم على فكره التفاعل داخل الفصل ما بين الطالب والمدرس، فكره الحوار، فكره انا مش فاهم فالمدرس بيحاول يشرح مره واثنين وبيتواصل معايا وبيشجعني، التجربه نفسها. لا، التجربه طبعا يقدر يعمل لها اثراء طبعا عن طريق انه يقدر يكريت اكتيفيتي، يقدر ينشئ اكتيفيتيز تنفع لكل طالب. لما يلاقي كمان طالب ذكي يقدر يديله اكتيفيتيز او يقدر يعلي معاه الكويز بحيث ما يزهقش.
يلاقوا طالب زهقان او مش عارف يتعلم، يغير له الاسلوب اللي بيقدر يشرح بيه. فبالتالي بيعرف الاي اي يساعد في التجربه دي. بالعكس، لما التقارير اللي هتبتدي تطلع بناء على ده، بيقدر الاي اي يدي ادفايس للمعلم، يقول له ده محتاج كذا وده محتاج كذا وده محتاج كذا، والطالب ده عنده تميز في الحته دي، فحاول ركز في الحته دي بحيث يبقى الطالب ده نقدر في الاخر يطلع فاهم كيمياء او عالم في الكيمياء. الطالب ده لا عنده الرسم وبيقدر يرسم، لا ممكن نساعده في ده، انه نقدر نخليه يطلع في جنات. فالاي اي يعرف يساعد هنا ويعرف يساعد هنا ويعرف يساعد هنا. الاي اي بينفع في كل في المواد، كل حاجه، يعني مش بس المواد العلميه مثلا، لكن حتى المواد النظريه كله. في الرسم، في الفنون، في الكذا. لانه الاي اي يقدر ببساطه يساعد. هو الجينيراتيف اي اي متعلم كل علوم الارض، متعلم كل العلوم. فبالتالي بناء على تعليمه ده نقدر بقى تاني لما نديله الانبوت المظبوط يقدر هو يوجهك التوجيه المظبوط. طيب ده بالنسبه للتعليم ما قبل الجامعي في المدرسه. طيب ولادنا الكبار كبر ودخل الجامعه وكلياتها المختلفه، هل برضو ال AI او الجينيراتيف AI يقدر يساعد في التعليم؟ طبعا في التعليم الجامعي ده احنا كده بقى بنتكلم في ايه، انه يقدر حتى وهو الطالب، يعني خلينا ما قبل الجامعي، يقدر عن طريق دراسته ليه لكل طالب مننا او البروفايل بتاع كل طالب، يقدر يقول لك الطالب ده يقدر ينفع يخش الكلية دي، يرشح له. فبالتالي ما بقاش انا كأب وام لا انت لازم تخش طب. طب ابنك ما عندوش الحاجة اللي تنفع طب، ده انت لازم تطلع مهندس، ده جدك كذا وعمك كذا وعيال واولاد اخواتك كذا. فبالتالي يقول له لا ده هينبغ في المجال ده، قدراته تنفع وامكانياته في ده. فبالتالي يعرف يوجه لنا ده. وفي نفس الوقت ميزه الاي اي الا وهي ليه اللي احنا لازم نتعلمه، لان كل الوظائف الفتره اللي جايه هتتغير زي ما احنا شايفين. فبالتالي هنلاقي البروفايل بتاع الوظيفه اتغير، الجوب ديسكريبشنز كلها اتغيرت. فبالتالي لو احنا استمرينا بنفس المنهج التعليمي الموجود حالي، الطالب هيخرج هيلاقي سوق العمل مختلف، فيجي يقول لك ذاكر تاني. فانا الاي اي لما ابتدي اعرف من بدري واشوف سوق العمل فيه ايه وابتدي اتعلمه، هقدر لو انا مثلا هطلع اشتغل في سبلاي تشين، هقدر ادخل الاي اي معايا واقدر اشوف ازاي اعرف استعمله. هشتغل في الاقتصاد او هبتدي طالع هشتغل في بانكينج او هشتغل في اي ما يكون المجال، ولا حتى هندسه، هقدر اشوف الاي اي يساعدني ازاي جوه الشغل ده اللي انا رايح اشتغله، واكون متعلم دوت واكون داخل مؤهل لده. يبقى هم مهم جدا ان اولادنا اللي بيدرسوا في الجامعه دلوقتي انه دايما يبقى الاي اي في دماغه، ودراسه الكمبيوتر ساينس والاي اي في دماغه علشان يقدر يطوع دراسته الاساسيه وتتوافق مع علوم الكمبيوتر والاي اي اللي بقت مسيطره دلوقتي في سوق العمل ومطلوبه في اي مجال من مجالات العمل بشكل عام. دكتور أحمد مصلحي، أستاذ الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال، شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. شكرا. متواصلين مع حضراتكم بعد الفاصل، وفصل الشتاء والأكل الكتير، إزاي نقدر ناكل بذكاء ويكون عندنا نظام غذائي سليم في فصل الشتاء علشان ما نخرجش من فصل الشتاء وإحنا زايدين 5 كيلو أو 10 كيلو. خليكم معنا بعد الفاصل.